جدعان حد يلحق العجل البرتقالي عشان المنظر بقى وحش قوي. تخيل طالع بتجعر بصوتك وبتقول انا مسحت ايران من على الخريطه، وتصحى الصبح يا كبد امك تلاقي اغلى حته حديده في جيشك الاف 15 بتعمل غطس حر في قاع الخليج العربي. انا شمتان فيك يا ابو حنان. ايه ده؟ انا شفتني امريكا شفتني. تيكير يا بيبي. خلي بالك في صاروخ وراك، في صاروخ، خلي بالك من التوكسه دي. فضيحه الجلاج. نسر امريكا نتش ريشه قصاد الكاميرات، والرد الايراني جه في نص جبهه ترامبولا ابو حنان. بص يا سيدي، ترامبولا ابو حنان كان لسه مخلص الخطاب بتاعه، والراجل يا عيني ما كملش شرب كوبايه الميه اللي كانت قصاده الا والحرس الثوري الايراني راح قايل له ايه؟ سبح يا عم الحاج، طياره معتبره اف 15 ستريك ايجل، ودي اللي هي فخر الصناعه الامريكيه يا عم الحاج، دي اللي بتطير وبتضرب وبتعمل قهوه يا عم الحاج، يعني طياره كده على كيفك. اتصابت بصاروخ دفاع جوي ايراني فوق جزيره قشم. يا اخي قسما بالله انت راجل برتقانه حمضانه، وشكلك كده تبع عيال ابو اسماعيل، عشان الطياره اللي وقعت دلوقتي وقعت في قاع الخليج بتسلم على سمك بولت من اللي بيلعب كده وعلى كيفك. فين بقى في قاع الخليج؟ بين جزيره هنكام وقشم. والخبر ده طبعا لو اتاكد رسميا يبقى ترامبولا ابو حنان محتاج يلبس طرحه ويقعد في البيت، لان مصداقيته خلاص بقت في الارض. يعني الراجل بيقول لك انا دمرت التفاحم الجوي والطياره بتاعته وقعت من الدفاع الجوي. ده احراج يخلي الواحد يستقيل ويروح يفتح محلات اكسسوارات حريمي. اكرم له. طب العجل البرتقالي سكت؟ ابدا، ده قرر يهرب لقدام. وول ستريت جورنال بتقول لك ان ترامبولا ناوي في 2027 يرفع ميزانيه الجيش 40%، يعني الميزانيه هتوصل ل1.5 تريليون دولار. رقم يا باشا محدش يعرف يقراه غير آلة حاسبه وتكون ببطاريه نوويه. السؤال هنا بقى يا عم الحاج، هيجيب الفلوس دي كلها منين؟ هيلمها من ورا الميكروباصات؟ لا يا حنتي، ده هيشيل الدعم الصحي والاجتماعي عن الشعب الامريكي الغلبان. يعني ميديكير اللي بيعالج العواجيز والفقراء باي باي. ترامبولا بيقلب امريكا اقتصاد حرب، يعني الشعب كله ياكل تراب والطيارات تاخد تريليونات عشان في الاخر تقع وتغرق في الخليج. عدل ربنا ده ولا مش عدل؟ تعال بقى للكوميديا السوداء بجد. وزير الدفاع الامريكي بيت هيكسس، الراجل ده قصه لوحده. ده كان مقدم برامج ووشم على دراعه كلمه كافر، وبيقولوا بيحضر الاجتماعات وهو طينه سكران. المهم هيكسس ده قرر يعمل حمله نظافه في الجيش، مش بس بيكنس الارض، ده بيكنس الجنرالات اللي بيفهموا. طلب من الجنرال راندي جورج رئيس اركان الجيش واكبر رتبه عسكريه انه يلم هدومه ويستقيل. ليه يا حاج؟ علشان الجنرال راندي قال له بلاش غشوميه، التدخل البري في ايران هينيمنا من المغرب وهيخلص على جيشنا وهيبتنا. ليه وليه؟ قال له الكلمتين دول. طبعا الكلام ما عجبش شله المجانين، فكان الرد خد استقالتك في ايدك وانت خارج. شفتوا بقى الديمقراطيه الامريكيه؟ يا تمشي ورا المجنون يا تقعد في البيت. والكلام ده كله هيأثر عليك في ايه وانت قاعد تشرب كوبايه الشاي؟ بص كده يا سيدي على شاشه البورصه، مرات البورصه، سعر برميل النفط برنت انفجر ووصل ل 141 دولار، رقم ما شفناهوش من ايام الازمه الماليه من سنه 2008. مضيق هرمز اتقفل والبترول ما بقاش واصل، والعالم كله داخل على نفق مظلم بسبب اصرار ترامبولا البرتقالي وبيبيه النتن انهم يولعوا في الكوكب عشان نبوءات نهايه الزمن، واللي هي في دماغهم طبعا. الدنيا بتغلى والاسعار هتولع في جيبك وفي جيب العالم كله. انا سايب لك طبعا كل المصادر تحت عشان ما تقولش ان انا بهرتل، وشير بقى الفيديو ده في كل حته عشان الناس تعرف احنا رايحين على فين، وتعرف ان مصر بلدنا فين من كل النوش اللي بيحصل ده، وتحمد ربنا على نعمه اسمها الجيش المصري وعلى قيادته الحكيمه. استنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد عشان احكي لكم بلاوي تانيه جديده، حاجات كده لسه ما خرجتش للنور. اقفل يا ابن النور وشيروها له.